سلام سلام. اليوم كاينه وصفة تقليدية بزاف منا يقولوا بلي ما تنجح لهمش، لكن اليوم بكل المراحل تاعها وبكل اسرارها اذا تبعتي معايا لاخر الفيديو رايحه تنجح لك وتجيك مشقه وتجيك واقفه وحاكمه الشكل تاعها كيما راكي تشوفي فيها في الصوره. تبعي معايا الفيديو للاخير، واذا فتي اول مره وشفتي القناه تاعي نقول لك يا زينه ما تنسانيش ما تهربيش، ديري لي جيم هكا باش تشجعيني نقدم فيديوهات اكثر. الكل وحده فيكم تحب الغريبيه كيما انايا وحابه تجربها وتجيها كيما هكا مشقه وطيبه صفراء ومن الفوق حميمره شويه. تبعي معايا الفيديو للاخير راح نمدلك الوصفه بزاف تقليديه، غير بكاس نتاع الزيت وشويه مكونات متوفره في كل دار راح تحضري هذه الوصفه اللي بزاف بنينه. نبداو على بركه الله، بسم الله. في ريسيبيون رايحه نجيب كاس يكون معمر بالزيت، رايحه نزيد له كاس ناقص منه اصبعين تاع سكر ارطب اللي يكون ديجا غربلته. نخلط مليح هاد المكونين حتى يتجانسوا مع بعضهم ونتحصلوا على خليط يميل للون الابيض. نزيد لهنا قرصه ملح، في الغريبيه ما تقدريش ديريها بلاش ما تحطي لها قرصه انت الملح ضروري. رايحه نحط الكاس الاول تاع الفارينه ونزيد عليهم غرفه صغيره قيس 5 غرامات نتاع خميره الحلوى، ونزيد الكاس الثاني تاع الفارينه لهنا نحي الفوي ورايحه نبدا نلم العجينه نتاعي. نلمها ما رايحاش نعجنها لانه الغريبيه تاعنا تاع اليوم راهي اقتصاديه وراهي بالكاس نتاع الزيت، ماهيش بالسمن وماهيش بالزبده. على بها راني نقول لكم غير لموا باصابعكم ما رايحينش تعجنوها. لهنا بقى لي الكاس الثالث، لانه القاعده تقول كاس زيت بثلاث كيسان نتاع فرينه. كما راكم تشوفوا فيا الكيسان تاع الفرينه راهم ممسوحين ماهمش بومبي. لهنا ضفت لها كاضافه حطيت لها زوج مغارف نتاع الجوز مرحي مليح ومدقوق، جات بزاف بزاف بنينه. تقدري تعوضيه بالجلجلان، تقدري تعوضيه باي نوع من المكسرات انتي حره. الكاس الثالث نتاعي تاع الفرينه واش رايحه ندير؟ رايحه نحطو على دفعات، نحطو على ثلث دفعات، لانه الفرينه كل فرينه زيمه، كاينه فرينه تتشرب كاينه فرينه ما تتشربش. على بها قاعده نقول لكم نحطوه على دفعات. درك لهنا مازالت طريه رايحه نكمل الكاس نتاعي ونزيد نطم غير بصباعي حتى نتحصل على عجينه. العجينه كيفاش تعرفوها بلي رايحه تجيكم ناجحه، يعني رايحه تصلح لكم الغريبيه نتاعكم؟ العجينه لازم تكون مرمله، ما تجيش كيما تاع الصابلي تجي طريه. لهنا واش رايحه نزيد؟ رايحه نزيد زوج مغارف بومبي يعني كبار معمرين مليح يعودوا يسيحوا من الفرينه، ونولي نلم كيما المره الاولى كنت قاعده نلم غير بصباعي. نلمو غير بصباعنا حتى نتحصلوا على عجينه ما تكونش طريه كيما الصابلي، لازم تجينا عجينه مرمله. لهنا مام درك زدت لها زوج مغارف كبار حسيتها مازالت ناقصه شويه الفرينه، قلت وعلاش لا نزيد لها مغيرفه واحده اخرى بالكش تجيني في القوام تاعها مليح. شوفوا زي ما تجي تتقسم ما تجيش طريه كيما تصابلي. كملت المغرفه الثالثه نتاعي تاع الفرينه وبديت نلم فيها يعني حتى نتحصل على كرة ملمومة شوية. لهنا شوفوا كي تعود وحدة جديدة ولا أول مرة رايحة تجرب هاد الغريبية باه تنجح لك في الوقت هذا ديجا تكوني فقدتي الفور تاعك، كوري وحدة وحطيها. لكن هبطت لك أي مازالت ناقصة فرينة لكن ما هبطتش، يعني راكي نجحتي في الوصفة. كوريها وحطيها في البلاطو وحطيها الطيب. شوفوا لهنا كيفاش يجي القوام تاعها يتفتت يترمل، تحسوه كي تعودوا تكوروا فيه في راحة اليد كون ما تلموهش مليح وما يسخنش ما يتلمش، يعني ما تتكورش بطريقة سهلة. فهمتوني؟ يعني كي تلموها تحسوها لازمك تضغطي عليها مليح براحة اليد باش تتكور لك الكورية. ومن بعد لهنا نرجعوا كيفاش رايحين نشكلوها بالطريقة التقليدية، يعني كويرات لهنا شوية بومبي من الفوق ومن تحت مسطحين. شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعها، وتقدري تطبعيها باي طابع، كاينين طوابع بزاف متوفرين تاع الغريبيه، كل وحده راهي حره. شوفوا نكوروها في اليد مليح ومن بعد نحكموها بالاصابع كيما راكم تشوفوا فيا ندير، نبسطوها على راحه اليد وباطراف الاصابع ندوروها حتى نتحصلوا على الشكل يكون من الفوق بومبي ومن تحت مسطح. راهي الصوره يعني راهي تعبر خير من ما راني قاعده نهضر لكم. وشوفوا القوام تاع العجينه من هي راهو اون فاس ليكم، شوفوا كيفاش يجي مرمل ما تجيش ملمومه، يعني تجي مشقوقه تحسيها يعني ما تلمش. حتى تكوريها وتفاصونيها في يدك مليح وبقوه تاع اليد باه تكوريها عادي كيما راكم تشوفوا فيا
ندير. ومن بعد ما شكلتها كاملة كيما كنتو تشوفوا فيا ندير، حطيت لها شوية قرفة وخليتها ريحت نص ساعة. ومن بعد واش رايحة ندير كيف رايحين نطيبوها. في هذا الوقت بقت الفور تاعي بعد ما سخن. واش رايحة ندير أنا الفور تاعي إما يبقط من الفوق يا إما من التحت، ما يبقطش فيه زوج مع بعضها. طفيت من التحت بعد ما سخنت مليح لا كويزينيير تاعي، وحطيت في الفور البلاطو من التحت خلاص، وبقت من الفوق، بقت لها من الفوق وزدت لها على الاخر وحطيتها هي في الرف السفلي تاع الكويزينيير. هذه قلت لكم لازم تريح نص ساعه بعد ما تفاصونيوها. ولهنا بعد ما تتشقق لك من الفوق تبدا تتشقق، بقطي لها من التحت، تاخذ التحميره هذيك على الجناب ونحيها. وشوفوا لي لهنا زيمه طابت لي لهنا بعد ما خليتها بردت واحد 10 دقائق. كي بردت لي جيت لهنا باش نوريها لكم. شوفوا زيمه جات بيضاء وحميمره من الفوق، دات اللون هذاك تاع القرفه وجات بزاف بزاف بنينه. نتمنى منكم كامل تجربوها، وكل وحده جربتها وصلحت لها الوصفه ما تبخلنيش بتعليق مليح. ولا حبت تبعت لنا التطبيق تاعها على الصفحه تاعي تاع الفيسبوك في وصفات فطومه هكا باش ننشروا ونبارطاجيو الوصفه اللي جربتها مع كامل الاصدقاء. شوفوا لهنا كي نجيو نوري لكم بعد ما طابت. شوفوا زي مش تقسم تذوب في اليد قبل من الفم. صدقوني وصفه بزاف بزاف ناجحه. نتمنى كامل تجربوها وما تبخلوش عليا يا الزينات بالبارطاج. بارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم ومع حباباتكم هكا باش تعم الفائده ويوصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. شوفوا زي مهجات مرمله تذوب في الفم يعني غريبيه وعليها الكلام. صدقوني جربوها رايحين تعتمدوها ديما في الوصفات نتاعكم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وبقاو على خير، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.